السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. النهارده معانا فيديو جديد. الولاد بقى عايزين ياكلوا سندوتشات برجر، بقى قلنا نعمل لهم سندوتشات برجر في البيت بدل ما نشتريها غالية من بره. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اولا نسمي بسم الله. انا معايا هنا كيلو صدور انا مقطعاه صغير علشان هنفرمه، ومعايا بقى بصل وفلفل مقطعاه برضو هفرمه في الكبة وهصفيه، وثلاث فصوص توم كده زي ما احنا شايفين، حاجة خفيفة يعني، التوم مش كتير. فرمت بقى البصل والفلفل وهحطه في المصفى علشان يصفي المية بتاعته كده زي ما احنا شايفين، ومعايا الفراخ مقطعاها. ممكن نعمل صدور ووراك، اي حاجة اللي موجود، بس انا هنا عملت صدور بس. فرمتها في الكب كده زي ما احنا شايفين، وبعد ما فرمتها معايا بقى البصل والفلفل والثوم اللي انا فرمته هصفيه كده، هحاول اصفي المية منه خالص كده. وهبدأ احطه على الفراخ اللي احنا فرمناها. هنزل كده الكمية كلها كده، عايزين يعني ما نسيبش فيه مية علشان ما يطريش معايا الفراخ. معايا بقى التوابل كاري وبابريكا وملح وفلفل اسمر، بس ما حطيتش حاجة تانية لان احنا حاطين بصل وتوم فريش، فما حطيتش بقى حاجة تانية غير كده. وحطيت بقى معلقة سكر ومعلقتين زيت كده. ومعايا ده فيجيتار وكريسبي، اللي هو الكريسبي اللي بيبقى في اكياس ده، او بقسماط المتوفر يعني، حوالي 4 معالق كده، وكيس فيجيتار. وهحط بقى الكمية كلها كده على الفراخ وهقلبها كويس لحد ما تختلط كده كلها، وهشيلها بقى في التلاجة حوالي ساعة كده ولا حاجة عشان تتجانس معايا. لو مش عايزين نشيلها ساعة يعني ممكن نشتغل على طول، بس عشان الجو حر الفرن بيخليها سخنة شوية، فشلتها ساعة كده في التلاجة علشان تبقى معايا كويسة. معايا ده بقى الطبقة اللي هعمل بيها الطبقة الخارجية، ده دوريتوس. اي طعم احنا حابينه بجيبه كده واكسره واهريه واطحنه في الكبة. وبعد ما اطحنه بقى معايا الفراخ، بعد ما حطيتها ارتاحت في التلاجة، هجيب كيس كده وهبدأ هكورها كده قطع كلها، وهبدأ افردها في الكيس. يعني لو احنا عايزين نعملها في المكنة بتاعة البرجر ممكن نعملها، بس انا عملت هنا في كيس عشان لو مش متوفر اللي هي البصامة بتاعة البرجر مش مشكلة. معايا بقى دقيق ولبن. انا مش هحط بيض هنا. الدقيق هحط القطعة كده بعد ما صمغتها كويس في الكيس، هحطها في الدقيق عشان يمسكها معايا ويتماسك، وبعدين احطها في اللبن، وبعدين احطها في الدوريتس اللي احنا فارمينه. هخلص بقى الكمية كلها كده زي ما احنا شايفين. القطعة باخدها من يعني صبعتها كلها كده زي ما احنا شايفين قطع، وبعدين احطها في الدقيق، وبعدين في اللبن، وبعدين في الدوريتوس. هخلص بقى كمية وهشيلها في الفريزر برضو ترتاح شوية علشان تتمسك معايا. هعمل بقى الصوص اللي هعمله للبرجر. انا عاملة هنا حوالي 4 علب زبادي او علبتين كبار المتوفر. حطيت معلقة كاتشب كبيرة ومعلقة باربيكيو صوص كبيرة برضو، ومعلقة مستردة. وهحط بقى معلقتين زيت والملح. الصوص ده عايزة اقول لكم بيبقى طعمه جميل ما شاء الله كده مع البرجر، بيخلي طعمه حلو يعني. ده صوص كده يعني افتكاسة كده عاملينها زبادي كده، صوص زبادي عليه بقى طعم الباربيكيو صوص، ومعاه طعم الصويا صوص وطعم الكاتشب وكده يعني. والملح طبعا بنقلب كويس ونظبط الملح. وهشيله بقى في التلاجة برضو علشان يبقى كويس معايا على ما اقلي البرجر. بعد ما البرجر اتحط في الفريزر حوالي ساعة كده علشان يتماسك معايا، طاسة سخنة على النار، وهحط فيها زيت مش كتير يعني، لا الزيت مش عايزينه لا غزير قوي ولا قليل، يعني معقول كده علشان البرجر ما يفكش معايا. وهبدأ اقلي البرجر كده زي ما احنا شايفين. عايزة اقول لكم خطير، كريسبي كريسبي يعني. طعم ال الدوريتوس بيخليه في حتة تانية ما شاء الله. هقلي بقى الكمية كلها كده وخلصت زي ما احنا شايفين كده، بطلعها في مصفى علشان لو فيها زيت ولا حاجة يتصفى كده. انا احب دايما احط اي حاجة بقليها اطلعها احطها في مصفى علشان تصفي الزيت معايا. معايا ده عيش برجر بقى جايبينه من الفرن كده، قطعته بالسكينة المشرشطة كده نصين زي ما احنا شايفين،
وهبدأ بقى احط الصوص على العيش في القطعتين يعني، وهحط بقى زي ما احنا شايفين كده قطعة برجر، والقطعة التانية من العيش برضه احط عليها صوص واحطها فوق البرجر. لو احنا حابين بقى نحط طماطم او بصل او اي خضار احنا حابينه ممكن نحط، بس انا اكتفيت بكده بس. وعملت الطماطم والخيار جنب الاكل كده، زي ما احنا شايفين الصوص اللي فات جنب السندوتشات، حاجة كده تحفة ما شاء الله.